السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم مع روتين كده، روتين خفيف النهاردة كده، والغدا بتاع النهاردة غدا جميل واقتصادي خالص. وهتكلم معاكم النهاردة عن اسرار حب النفس. خلي بالك كويس من الكلام ده، مفيش حد هيعيش حياتك مكانك، ومفيش حد هيحس بتعبك زيك. عشان كده اهم علاقة في حياتك هي علاقتك بربنا. تاني حاجة هي علاقتك بنفسك. هنتكلم النهاردة عن علاقتك بنفسك. لو العلاقة دي مش كويسة، كل حاجة حواليك هتتأثر. حب النفس مش رفاهية ولا حاجة بتعملها لما نبقى فاضيين. حب النفس دي ضرورة، زي الأكل، زي الراحة، زي النفس اللي بتاخديه. بس للأسف احنا تعودنا نحط نفسنا في آخر القايمة خالص، نراعي الكل، نسمع للكل، نلبي طلبات الكل، ونيجي عند نفسنا ونقول بعدين. بس بعدين دي عمرها ما تيجي، عمرها ما بتيجي اصلا يعني، والنتيجة تعب، ضغط، ارهاق، واحساس داخلي اننا تايهين. عشان كده من النهاردة لازم القرار يتاخد، بمعنى انا اختار نفسي من غير ذنب. ايوه، من غير ذنب. يعني ايه؟ مش معنى انك تهتم بنفسك انك انانية، ولا معنى انك ترتاحي انك مقصرة. انت انسانة ولك طاقة ولك حدود. واول سر من اسرار حب النفس انك تعرفي حدودك. مش كل حاجة تستاهل تعبك، ومش كل حاجة برضو يستاهل وقتك. مش كل حد يستاهل وقتك. في ناس وجودها في حياتك بيستهلك طاقتك اكتر ما بيديكي. وحب النفس هنا انك تبعدي، بجد ابعد عن الناس دي بجد، حتى لو بهدوء، حتى لو من غير مشاكل، لان راحتك النفسية اهم. تاني سر، بطلي تقارني نفسك بحد. السوشيال ميديا مليانة صور مثالية، بيوت منظمة طول الوقت، واكل شكله تحفة، وحياة شكلها سهلة. بس الحقيقة، واللي حوالينا كمان، بس الحقيقة مفيش حد بيعرض تعبه. ولا كل واحدة لنا فيها ظروفها، وكل بيت له ظروفه، مفيش بيت خالي من المشاكل. كل واحدة ليها طاقتها، لها يومها اللي بيعدي بصعوبة. فلا تقارن نفسك بصورة مش كاملة. ركزي في نفسك، في يومك، في تقدمك حتى لو بسيط. تالت سر، طريقة كلامك مع نفسك. طريقة كلامك مع نفسك، انت اكتر واحدة بتكلمي نفسك طول اليوم. يا ترى كلامك ده بيشجعك ولا بيكسرك؟ لما بتغلطي بتقولي ايه؟ انا فاشله. ده اكبر كلمه بتتقال. ولا بتقولي عادي اتعلم؟ لا، بتقولي كلمه فاشله. بلاش الكلمه دي خالص. الكلام اللي جواكي هو اللي بيحدد احساسك. فخلي صوتك آه الداخلي هو اللي بيأثر. اما تقولي كلمه حلوه لنفسك، صوتك الداخلي بيتأثر. قولي لنفسك انا بحاول، انا بتعلم، انا كفايه. رابع سر، اسمحي لنفسك ترتاحي. الراحه هنا مش ضعف، الراحه اعاده شحن. لما بتريحي بترجعي اقوى. حتى لو 10 دقايق في اليوم، اقعدي مع نفسك من غير موبايل، من غير ضغط. اسمعي نفسك كده. آه... تاني حاجة، خامس حاجة، اعملي حاجة لنفسك كل يوم، حاجة صغيرة بس ليكي. حاجة بسيطة، يعني فنجان قهوة في هدوء كده، ترتيب ركن بتحبيه، أكلة بتحبيه. الحاجات البسيطة دي بتفرق جدا 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 في إحساسك بجد. اقبلي انك مش مثالية. مفيش حد كامل، ايا كان هو مين. مفيش حد كامل، هو ربنا خلقنا كده. البيت دايما هيبقى متظبط؟ لا، مش هيبقى متظبط دايما. الاكل مش دايما هيبقى احسن حاجة، وانت مش دايما هتكوني في افضل حال، ودي طبيعي. حب النفس بقى انك تقبلي ده من غير جلد الذات. تقعدي تقولي انا مهمله، واني يا جماعه. في ايام بتعدي علينا بتبقى ايه شغل البيت ده في دقيقه، وفي ايام تانية بتعدي علينا بجد مش جاي نفس لاي حاجه. سابع حاجه، سامحي نفسك على اخطاء فاتت. متقعديش تدوري بقى في اللي فات وفي الماضي سامحي نفسك على قرارات غلط، على الوقت اللي ضاع، على اللي فات. وانت تستاهلي تبدأ من جديد. كل يوم فرصة، كل يوم بداية. واهم سر بقى انك تصدقي انك تستاهلي. ايوه، تستاهلي الراحة، وتستاهلي الحب، وتستاهلي التقدير. مش لازم تعملي انجاز عظيم عشان تستاهلي. انت تستاهلي لمجرد انك انت. خلي عندك يقين ان التعب اللي بيتعدي بيه، التعب اللي بتعدي بيه هيعدي، وان كل المجهود اللي بتعمليه له قيمة، وانك اقوى بكتير مما تتخيلي. ابدأي بنفسك دلوقتي مش بكرة. اعملي حاجة واحدة بس النهاردة لنفسك، وكملي بكرة. وبعدها واحدة واحدة هتلاقي نفسك اتغيرتي، بقيتي اهدى، اقوى، واريح. وفي النهاية، حب النفس مش كلمة، حب النفس قرار. انت اللي بتقرري. قرري انك تبقي في صف نفسك مش ضدها،
ولو وصلت بجد ل- للحتة ديت انك تبقى في صف نفسك مش ضدها، هتلاقي نفسك بجد بتدي احسن لولادك، بتدي لجوزك احسن، لبيتك. لو لقيت نفسك هتلاقي كل اللي حواليك اللي بتحبيهم. طب الرضا عن النفس ده بيجي منين؟ تانش الرضا عن النفس مش بيجي من بره، بيجي من جوه. مش من الفلوس ولا الشكل ولا رأي الناس، لكن من كام حاجة أساسية كده لو فهمتيهم كل حاجة هتتغير. بيجي من تقبلك لنفسك، وده احنا قلناه. بيجي من الإحساس إنك بتحاولي، مش لازم تنجح في كل مرة، بس لازم تبقى حاسة إنك بتسعي وبتحاولي وبتتعلمي، دي بيخليكي راضية. بيجي من السلام الداخلي. دي يعني ايه؟ يعني تبقى مش في حرب مع نفسك طول الوقت، بطلي بقى جلد الذات ولوم المستمر والتفكير الزايد، وابدأي تهدي كده جواكي كده. بيجي لما تبطلي تقارني نفسك. بيجي من تقديرك لنفسك. بيجي من القرب من ربنا، ودي من اقوى الحاجات. لما تحسي ان في حد شايف تعبك، مقدر نيتك، عارف قلبك، دي بيدي راحة ورضا مش طبيعي. بيجي لما بتعيشي على قد طاقتك، مش تضغطي على نفسك زيادة. اعملي اللي اقدر عليه، اعملي اللي تقدري عليه وبس، وهنا تبدأ الراحة. الخلاصة، الرضا عن النفس بيجي لما تبقي في صف نفسك مش ضدها. ولو عايزة جملة تلخص كل ده، انا مش كاملة بس انا كفاية. يبقى ازاي اهتم بنفسي؟ في ناس كتير الواحدة ما بتعرفش تهتم بنفسها بجد. اول حاجة اهتمي بجسمك الاول. نامي كويس، اشربي مية كتير، كل اكل بسيط ومفيد، تحركي، خصصي وقت ليكي. بطلي تجلدي نفسك، الكلام اللي بتقوليه لنفسك بيشكل نفسيتك. اهتم بمظهرك عشان نفسك مش عشان احدهما. لبس مريح نظيف، ترتيب بسيط، عناية خفيفة بنفسك. ابعد عن اللي يتعبك بجد، ابعد عن اللي يتعبك. اعملي حاجة بتحبيها كل يوم. اتكلمي مع نفسك بلطف. اهم فكرة بقى هي الاهتمام بالنفس، مش يوم واحد، خليها اسلوب حياة، خليها كده اسلوب مشي عليه. مش لازم أن تكوني مثالية، بس لازم أن تكوني مرتاح. في لحظة هدوء كده، في لحظة هدوء اسألي نفسك سؤال بسيط: آخر مرة اهتميتي بنفسك بجد امتى؟ مش تقصدي بقى شغل البيت ولا مسؤوليات، أنا أقصد انتي كإنسانة. كتير مننا ستات بتعيش عمرنا كله بندي وبنراعي الكل وبنحاول نكون كويسين لكل الناس، وبننسى نفسنا. بنستنى نسأل أنا تعبانة، أنا محتاجة ايه، أنا مبسوطة ولا لأ. الاهتمام بالنفس مش رفاهية ولا حاجة بنعملها لما بنكون فاضيين. الاهتمام بالنفس خليه هو اساسك، خلاص بقى هو الاساس اللي بيخلينا نكمل. لانك لو استنيت حد يهتم بيكي ممكن تستنى كتير قوي وما يجيش برضه. انت مش مطلوب منك تبقى اقوى من طاقتك، انت مطلوب منك تبقى رحيمة بنفسك. خدي نفس، هدي نفسك، وابدأي من جديد. كل يوم فرصة جديدة، وكل لحظة بداية جديدة، ومع الوقت هتلاقي نفسك اهدى واخف واقرب لنفسك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وفضفضة سوا. مع السلامة.